السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم كما عودتكم دائما مع المنتخب ودائما مع الركراكي ودائما مع التصريحات ديالكم وديال المدربين. شوفوا اليوم غادي نفرقوا على الرمانه ديال الركراكي وغادي نشير واحد النقاط باش ما تفهمونيش غلط. انا عزيز عليا الركراكي كشخص، انا ما عنديش مشكل مع الركراكي واصلا ما كيهمنيش يعني الركراكي بصفه العمل ديالو بقدر ما كيهمني النتائج ديال المنتخب الوطني ديالنا وديال اي مغربي كيعز عليه كره. هذا الشيء اللي كاين. انا الركراكي انا عارف السيد لا عمرها دار، الا تلاقيتو يقهويك يديك للدار تغدى تاكل وتشرب وتنعس وتمشي بحالك، ما عنديش مشكل مع الشخص السيد لا عمرها دار، ولكن بلا خصو يفرق ما بين الدار وبين الخدمه. هذه اللي ما عندش الاغلبيه ديال الناس. الدار والخدمه الخدمه. فاش نجلسوا انا وياكم نتقهواو وحديتو مغزل هذيك حاجه اخرى. وعاوتاني فاش كنجلسوا للخدمه هذيك الخدمه اللي كدوي، حنا كندوي دابا على الخدمه، على البريكول اللي شدو والد الركراكي. وهذا البريكول واش تقنوا ولا لا؟ راه الحياه كتمشي هكا. انت مثلا فاش تجيب واحد الزلايجي للدار كتكون عارف والله عمرها دار وظريف وبخير ويدير معك الكريدي وفوق ما خلصته هو هذاك، ولكن باش كتحكم عليه انه صنايعي حتى كيزين لك الخدمه. حتى كتشوف مثلا لابونط كتشوف يصرع لك الزليج الفاصل هذاك الشيء هو هذاك وكيبري ومريقل. الله عمرها دار السيد كيصنعتو كيف عايلو. ولكن دابا كنهضروا على الوالد الركراكي، والحلقه ديال اليوم واش الركراكي احسن مدرب داز عند المنتخب الوطني او المغرب او احسن منتخب رفع الرايه المغربيه، واه ولا لا؟ انا وجهه نظري غادي نثبت لكم ان الركراكي ليس احسن مدرب. وغير صدقات ليه، هاد صدقات ليه يقدر يقولها لك شي واحد يبوها لك، ولكن صدقات ليه وكنجي نشرحها لك غتقول اياه باز عليك. حلوا ودنيكم سمعوا معنا غتعرفوا الحقائق ديال احسن مدربين اللي دازوا في المغرب. غادي نعطيو دابا ثلاثه المدربين، من بينهم سيادنا كاين هيرفي رونار، وكاين عموته اللي راه داير البوز، وكاين هونري ميشيل قليل اللي غادي يعرفوا في الباج ديالنا. الاغلبيه متتبعين ديال الكره الحديثه ما يعرفوش، ولكن اللي تبع كره الجيل ديال 80 70 شويه الى 90 لا 90 يقدر غير يسمعوا، اما 80 رجع اللور اييه حضروا ليه وتفرجوا فيه وعاشوا عاصروا معه. انا كنثبت لكم ان احسن مدرب داز في تاريخ المغرب هو هذا السيد هذا. علاش وكيفاش غنشرح لكم دابا. المشكل العطاء التدريبي كيحكم عليه المدرب والفلسفه ديالو. كل مدرب من هادو عنده فلسفه. كاين رونار عنده فلسفته، عموشه عنده فلسفته، والركراكي عنده فلسفته. شنو هي فلسفته؟ الفلسفه ديالك في التدريب ولا في العمل ديالك كتحكم عليها الظروف اللي عشتي فيها. فهمتيني ولا ما فهمتينيش؟ حل ودنيك مزيان. دابا الركراكي الظروف اللي عاش فيها كيبغي هادي، عز عليه اللون الخضر، عزيز عليه مثلا الحلاوه، ما عزيزش عليه الملوحيه، عز عليه مثلا الطبيعه، عز عليه كذا، عزيز عليه كذا. ما عندوش مع التركيين، عنده مثلا مع الهولنديين، كيكره مثلا اليهود، كيكره الامريكان. كاين اللي كيحكموا عليه هاد الظروف. ومشكل هاد الظروف الا خدمتيها في العمل مشيتي وخرجتي على الخدمه ديالك. راه الصنايعي الحريفي الخدمه كيخدم الخدمه ديالو، ما سوقوش في هذاك مسلم، هذاك امريكاني، هذاك مغربي، هذاك سعودي، ما على بالوش. نخدم البريكو ديالي، نزين الصنعه ديالي، نتخلص، السلام عليكم. المشكل اللي دمرنا في هذا كاس افريقيا هو العقليه ديالو. مشكل الفلسفه ديالو اللي كيعيش بها واللي مؤمن بها طبقها في المنتخب. اما اللي خصو يطبق هو الفلسفه الكلاسيكيه اللي خدامين بها جميع المدربين الناجحين في العالم. كتمشي كلاسيك. والفلسفه الكلاسيكيه راه واحد مريح في القهوه كيضرب الليجي ديالو ولا النورمال، راه نفس التفكير بينه وبين انشيلوتي. راك دابا طريح مع اي واحد بارساوي قبل ما يبدا الماتش كيقول لك التشكيله اللي يدخل بها شافي ولا التشكيله اللي يدخل بها الفلان الفلاني. كذلك المدريدي راه كتلقاه هو انشيلوتي لا فرق، لان الخدمه اللي كيمشي بها انشيلوتي كلاسيكيه، كلاسيك، ما كيعقدش الامور، ما كيفلسفش الامور بزاف. مثلا كتلقى مدريدي مريح في القهوه غير راهوش مدريدي، كيقول لك اليوم غادي يدخل بالتشكيله الفلانيه، اليوم غادي يحط هذا هنا، غيدير هذا في الجناح، يدير هذا في راس الحربه، يدير هذا في الدفاع، يدير هذا في الوسط. كتلقاها نفسها داكشي اللي كيخدم به. يعني اي واحد في الداخل ديالو مدرب اذا كان مدمن بكره
راه ماشي نقصيو الناس، راه اي واحد عطى الراي ديالو ضد الكره راه خصك تسمع له، لانه ما تقولش الراي ديالو الفارغ، راه كيتبع وكيتفرج كره. ما تحقروش الناس، راه ماشي بالضروره خص تكون مدرب عندك الدبلوم، لا. القضيه ديال الدبلوم عندنا غير هنا. اما في الامريك الناس اللي مشاو لبعيد، الامريكان ما كيعتبروش بالدبلوم، كيعتبروا بالخبره. راه تلقى شحال من واحد مجالس في القهوه كيبرم كيبيع الديتاي، يعطيك خطه ما يعطيها لك حتى شي مدرب في العالم، ولا طبقتي هذا الشيء بعيد. وكتلقى العكس، كتلقى واحد مدرب بالدبلوم مصيبه كيدير شي خطط فضيحه. وهادشي كنشوفو في كره القدم، كنشوفو اليونايتد كيفاش غاديه، كنشوفو السيتي كيفاش غاديه، كنشوفو البارسا كيفاش غاديه، كنشوفو مدريد كيفاش غاديه، كنشوفو المنتخب ديالنا الفضيحه فين غادي. وهذا المشكل الفلسفه ديال هذا. غتقول لي لا وراه درنا انجاز في كاس العالم، سمع كاس العالم ونقول لك في راسك الانجاز اللي حققوا رونار وحققوا هنري ميشيل ما يوصلوش هذا واخا في كاس العالم. تقول ليش كتخور؟ هذا راه وصل ربع النهائي، راه وصلوا هذا خرجوا من دور المجموعات. لا هذا لا هنري ميشيل لا لونار غونار خرجوا من دوري المجموعات. نقول لك السي محمد اخالي حل ودنيك مزيان، دابا راك ضدي وني دابا تولي معايا. هذا الركراكي وكاس العالم واش في راسك؟ كاس العالم ماشي هو كاس افريقيا. كاس العالم فيه ماشي غير باك صاحبي، فيه الفيفا والسياسه هي اللي كتختار شكون الفرقه اللي غتاخذو. وكاس العالم فيه بومزوي. شنو بومزوي؟ هو الاعصاب ديال المعده. والاعصاب ديال المعده، والمعده شكون هي؟ هي الفيفا، والاعصاب ديالها هي الحكام. راه ايرفينو في 2014 راه كلينا اسبانيا، تكرفسنا عليهم كثار من العطاء اللي عطاوه مع الركراكي. واش اللي عقلوا الناس 2014 يتفرجوا كاس العالم؟ ومين خرجنا من كاس العالم؟ واش خرجنا حيت خسرنا، حيت ما لعبناش، حيت مدرب عيان، حيت خطه عيانه؟ وحاشاك، خرجنا حيت تحكيم الفيفا بغانا نخرجوا بحالنا نمشيو بحالنا، وطلعنا لهم في الراس حيت حنا خلعناهم في 2014 صاحبي، خلعناهم. داكشي علاش حيدوا النبيت. اسبانيا سجلت اورجو حسبوا عليها. يعني هذا الركراكي وكان دربنا في 2014 كان مشى هزاكم مشى في حاله حتى هو. علاش؟ لان الفيفا قالت تقول له سير في حالك السير الركراكي، اجمع قلوعك واخا تلعب لي بالتراكسات، هز تراكساتك وسيت في حالك. وكذلك هنري ميشيل، فراسكم هنري ميشيل جمع اقوى فريق في تاريخ افريقيا، ماشي غير المغرب. حاشاك هادو الرعد، ما تختينيش راجع الفيديو تتفرج الاداء اللي كانوا كيديروه. اقوى راس حربه، احسن 7 جناح، اخطر دفاع، احسن حارس، احسن مدافع. الدمار الشامل كان عنده. هادو راه كوارث كحال كانوا عنده. ولكن هادو خسروا ماشي بالمدرب. شحال هادي كنا كنتعصبوا، شحال هادي فاش كنا هرسنا التلفازه وهرسنا الكيسان، هرسنا على ود التحكيم ماشي على ود المدرب. كان عندنا احسن مدرب هنري ميشيل، وخا فرنسي ماشي ولد ثقافتنا، وهكاك عارف يصيد لعابه اللي يعطيو. هذه هي الفضيحه. فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ شحال هادي كان عندنا احسن فريق وخرجنا، ماشي حيت هادو عيانين وخسروا، راه كان الاهداف خرافيه. خصوصا الاهداف اللي سجلهم باصير وحجي، اهداف قله الحرفيين كيسجلوها. تخيل كره في السماء جايه، ما كتبلاصيها، ما كتوجه التسديده ديالك من السماء، كتجيبها في الشبكه. هذه في السماء كيقنصها. هادو غير اللاعبين مثلا بحال زلاتان، بحال رونالدو، بحال ميسي، بحال دروغبا في يامو، بحال هما اللي كيتقنوا بحال هاد التسديدات. وهذا كذلك عندنا لاعبين في ديك القيمه الخطيره. هذا الشيء اللي كاين. وهادو خرجوا مساكن حيت الفيفا بغات قالت لنا سيروا بحالكم، خلعناهم. حيت هما الفيفا شنو كدير؟ كل عام كترشح فريق ياخذوا. هذا العام بغات فرقه امريكا اللاتينيه، يا البرازيل يا الارجنتين يا المكسيك. العام اللي موراه جاتها كانتها اوروبا، يا المانيا يا اسبانيا يا بلجيكا. فهمتوني ولا فهمتونيش؟ واي فريق افريقي غادي يعرقل لهم المشاكل كيجريو عليه. باش كيجريو عليه؟ بالتحكيم. راه حنايا شكون طيحتنا الفيفا، حيت قالت للبرازيل بيعي الماتش. البرازيل راه باعت الماتش بطريقه مفروشه باش حنا نطيحوا، حيت كنا في مجموعه واحده. والتنقيط ديال واحد الفرقه اللي كتغتمشي في حالها كانت عندها 0. البرازيل خلات ديك الفرقه تغلبها باش تربح 3 نقاط، حنا نمشيو في حالنا. كذلك في 2014 كذلك الزهر اللي عند الركراكي في 2022 الفيفا حيدت بومزوي علينا.
شنو قالت هذا العام خصو يديه ميسي 2022 خصو يديه الارجنتين. وكانت كتقول فيفا يا ريت المغرب يتالق بحال شحال هذه ويطيح اسبانيا ويطيح بلجيكا ويطيح كرواتيا ويبقى غير يطيح لي. هنيني منهم باش ما يطيحوليش ميسي وطيحنا بابهم الكلب. داكشي علاش تالقنا. اما وكان ما كانش بومزوي وكان هادو حتى هما وصلوا النصف ولا وصلوا الربع ولا الثمن راه يوصلوا فين ما بغاو. فهمتني ولا فهمتنيش؟ الفيفا كتحكم في كاس العالم. اما المدرب الخطير فوقاش كيبان في الدوريات اللي كاينين في القاره ديالو في كاس افريقيا. هذا بين على مستوى كارثي وخطط كارثيه ولاعب كارثي. ماشي اللعابه ما تالقوش، الخطط ديالو دمرت اللعابه. بحال الماتش ديال المغرب ضد زامبيا ولا موزمبيق اللي كنا حنا طالعين اش دا يدخل زياش، اش دا يدخل امرابط، اش دا يدخل بوفال، اش دا يدخل سايس، اش دا يدخل المدافع ديالنا اللي كيلعب مع ويست هام. ما يدخل حتى واحد اصاحبي، يدخل الاحتياط وخلينا نرتاحوا وغادي نشطوا. والكارثه اللي دارها عمر دارها شي واحد من هادو. لا هذا حيت هذا وهذا راه تالقوا في كاس افريقيا وتالقوا في كاس افريقيا في اوج العطاء ديال الفرق الافريقيه. الكاميرون شكون كان يحبس الكاميرون؟ شكون كان كيحبس الكاميرون والسنغال؟ شكون كيحبس دروغبا ايطو بابا؟ شنو كان في ديك افريقيا؟ خليونا ساكتين، راه كوارث كحله. والفضيحه هذا طاح مع الخشليع، طاح شو الزهره صاحبي. 2024 افريقيا كانت ميته مقتوله، الكاميرون كانت ميته تاكلها في جدك خبز، السنغال كذلك، كل شيء كان متاح. جنوب افريقيا كانت ميته، ما كانش بحال هذه، كانت ميته صاحبي. يعني كاس افريقيا كان في المتناول. كان عندنا مدرب بحال هذا ولا هذا راه ماشي غير الكاس، فات الكاس لهيه كره ديال الكاس ودا احسن مدرب ودينا الالقاب ودينا كؤوس. هذه الفضيحه اللي كتبقى فيك. هذا جا في كاس بطوله راشيه، الجزائر ميته، وراه الجزائر عمرها كانت بهذا الضعف، هذه عمرها كانت بهذا الضعف. الجزائر كانت وحش، السنغال كانت وحش، كاميرون كانت وحش، جنوب افريقيا كانت وحش، وزيد كانوا غير الوحوش. وكنا هكاك وكنتالقوا، كنخرجوا من ادوار متقدمه. هذا خرجنا من ادوار كارثيه وبداو يعني باداء كارثي ديال اللاعبين. يعني هنا كيبان لك الناخب الوطني ضعيف، والاداء اللي كان عنده في كاس العالم كان ضعيف. كانوا عنده اداء كارثي وحتى اختيار لاعبين كارثي. والعنصريه ديالو بحكم هو كان درب في الخليج، بحكم عايش الخليجيين وكرههم، ديك الكراهيه بقات عنده في القلب وطبقها كفلسفه ان حتى شي لاعب كيلعب تما ما نجيبو. هذه اللي خرجت علينا. عكس هادو عقلانيين كيختاروا العقل، ما كيختاروش ديك العاطفه ديالهم. لا كنكره تركيا، لا كنكره السعوديه. تخي دابا كارل انشيلوتي وكان جات عنده هذه العقليه وكان عمرو طفروا. هو انشيلوتي جايب لاعب من تركيا، جايب لاعبين من الانجليز، جايب لاعب من النرويج، جايب لاعبين من العالم، مسلمين كفار مسيحيين يهود، مخلط هو الروينه عنده. ما عند بالوش صلي ولا عبد الفيران ولا عبد القروده. انا كنعرف البالو اخويا، كنعرف البالو. هذا ما كيعرفش البالو. كعرف يا سيدي، كنعرف لا انت كتلعب في السعودي، لا انت كتلعب هنايا، لا خصني هنايا هذا كيلعب بيتيز، لا هذا كيلعب في تشيلسي، لا هذا اش من تشيلسي من نم يعطيني اللاعب اللي كيحرت التيران في افريقيا. خطيني شي واحد كيلعب في الصحراء. شوف لي السحاريش من بيتيز من تشيلسي شمن وهكاك وكدمر تماتهم في ماتش عيان. هذا هو اللي كنقول لكم. هذا ناقص صدقت ليه في كاس العالم ديال 2022 حيت الفيفا ما دارتناش بومزوي. وكان هذا طاح في الفلير جينيراسيون دو بومزوي، راه مشات هو الزوا. هذا الشيء اللي كان. الى هنا وصلنا لحلقه الحلقه. وهنري ميشيل كان ايقونه، هيرفي رونار كان ايقونه، كذلك بعض المدربين اللي داروا عطاء في افريقيا اللي كتفرش لك واش المدرب زوين ولا عيان. تبارك الله عليكم. الى هنا وصلنا لنهايه الحلقه. سلام.